لو معاك 30,000 جنيه تشتري بيهم سكوتر ولا موتوسيكل؟ السؤال ده شفته كتير جدا الفترة اللي فاتت، وانا جاي النهارده عشان اجاوبك عليه. بص يا صديقي، اي شيء في الدنيا فيه المميزات وفيه العيوب، وزود عليهم كمان في وقت البيع والشراء سؤال مهم جدا: انا عاوز الحاجة دي ليه؟ يعني انت مثلا لو محتاج حاجة تقضي بيها مشاويرك او انك تروح بيها الجامعة او شغلك، فانت وانت مغمض هات سكوتر. انما لو محتاج حاجة تشتغل بيها وبرضه تقدر تعمل بيها كل الحاجات اللي قلناها على السكوتر، يبقى وانت مغمض هات موتوسيكل. طب هل السكوتر ينفع للشغل اصلا؟ بص، هو من وجهة نظري لا، ما ينفعش، لكن في ناس شغاله بيه عادي. الفكره في 3 عوامل: رقم 2 توفر قطع الغيار واماكن الصيانه، والاهم من ده سعرها. رقم 3 محافظتك الشخصيه على الموتور اللي تحت ايدك. وفي الاخر لو انت معاك 30,000 جنيه ومحتار تشتري ايه، فكر الاول في السبب اللي انت محتاج الحاجه دي ليه، وبعد كده انت هتلاقي نفسك قررت لوحدك. هو في عوامل تانية كتير بتخليك تقارن بين السكوتر والموتوسيكل، بس طبعا عشان وقت الفيديو صغير فانا مش هقدر الم كل العوامل دي. انما لو انتوا محتاجين اعمل سلسله عن مميزات السكوتر وعيوبه او الموتوسيكل وعيوبه، قولوا لي في الكومنتات وانا تحت امركم.